موظف في مشرحة حكومية، الكل كان بيثق فيه، كان بياخد صور مع الجثث وكان بيبيعها على الانترنت من غير ما حد يشك فيه لسنين طويلة. بس ازاي اتكشف؟ ازاي الناس عرفت حقيقته بعد السنين الطويلة دي؟ تخيل معايا كل يوم تصحى الصبح، تروح شغلك، تسلم على زمايلك، تشرب القهوة بتاعتك وترجع بيتك آخر اليوم زي أي حد عادي. محدش كان هيتخيل إنك بتقضي يوم طويل في مكان هادي، ويمكن من أهدى مكان في المدينة اللي انت فيها، مكان مفروض يبقى فيه احترام للموت، مكان الناس فيه بتودع أعز ما ليها، مكان اسمه مشرحة في مدينة صغيرة على أطراف ولاية سانتا. المدينة دي في البرازيل. كان في مبنى حكومي رمادي هادي ما فيهوش ضوضاء ولا زحمة. الصوت الوحيد اللي في الغرفة دي كان صوت المكيف المركزي وباب غرفة التبريد اللي بتقفل وتفتح. المكان ده كان مشرحة المدينة الرسمية اللي كانت تابعة لمعهد الطب الشرعي. وفي المشرحة دي كان بيشتغل موظف اسمه راؤول، كان عمره حوالي 34 سنة. شكله كان عادي جدا، كان هادي في كلامه ومحدش من زمايله كان بيتخيل انه شخص مختلف عن الصورة اللي هم شايفينها. راؤول كان بيشتغل فني تحضير جثث، يعني شغله انه يستقبل الجسامين عشان يجهزها للفحص ويحفظها كمان في ثلاجة الموتى ويسلمها لأهل المتوفي في النهاية بطريقة محترمة طبعا. بس اللي محدش كان يعرفه إن راؤول كان بيعمل حاجات تانية خالص في الضلمة، حاجات لو حد سمعها صعب يصدق. القصة اللي هحكيها النهاردة مش بس عن جريمة، دي قصة عن إزاي مؤسسة مفروض تكون من أكثر الأماكن اللي المفروض فيها رقابة وأمان اتحولت لمسرح لواحدة من أغرب وأقصى القضايا اللي شافتها المدينة. وإزاي تفصيلة صغيرة، غلطة واحدة، كانت كفيلة عشان تكشف كل حاجة. المدينة نفسها كانت من النوع اللي محدش بيسمع عنها كتير في نشرات الأخبار. مدينة هادية سكانها بيعرفوا بعض كويس جدا، والكل بيكلم الكل في ود ورحمة. ولما الخبر ده انفجر ما بقيش حد في المدينة مش بيتكلم عنه، من صاحب كافيه لحد سواق تاكسي، كله بيحكي، كله بيتكلم، كله بيسأل، كله بيستغرب، لأن اللي حصل كان صعب على أي حد إنه يصدقه أو يستوعبه. الناس بقت خايفة مش بس من الجريمة، لكن من فكرة إن حاجة بالوحشية دي ممكن تحصل داخل مؤسسة حكومية رسمية من غير ما حد يلاحظ لسنين طويلة. خلينا نرجع للبداية ونتعرف على الشخصية الرئيسية في القصة دي، وإزاي الصورة اللي كانت باينة للناس اختلفت تماما عن الحقيقة اللي كانت مستخبية جوا الشخص ده. راؤول كوستا ما كانش دايما شرير في نظر الناس. لما تعين في المشرحة لأول مرة من حوالي 7 سنين كان بيتكلموا عليه إنه شاطر في شغله، دقيق، ملتزم في المواعيد، ما بيتأخرش، وساعات كان بيفضل لوحده في المكان بعد ما الكل يمشي، ده عشان يخلص شغل متأخر. ودي كانت حاجة عادية جدا بالنسبة له، لأن طبيعة الشغل في المشرحة مش زي أي شغل تاني. في أوقات كتير لازم حد يقعد لوحده مع الجثث لساعات طويلة. راؤول كان عايش لوحده شقة صغيرة على بعد شوية كيلومترات من المشرحة. كان ملهوش أصدقاء مقربين ولا كان بيتكلم كتير عن حياته الشخصية. زمايله في الشغل كانوا عارفينه إنه بيحب التصوير كهواية، ودي كانت حاجة طبيعية جدا لأن ناس كتير بتحب التصوير، بتحب تصور كل حاجة وتحتفظ بالصور دي للذكرى أو لنفسها. المشكلة إن الهواية دي في حالة راؤول اتحولت لمرض من غير ما حد ينتبه. كان بدأ من فترة طويلة إنه ياخد صور وكمان فيديوهات لنفسه جنب الجثث اللي كانت بتجيله في الشغل. مش بس كده، كان بيصور تفاصيل من عمليات التحضير والتعامل مع الجثث بطريقة غريبة ومهينة في نفس الوقت، كان بشكل ملهوش أي علاقة بطبيعة شغله الرسمية. وبعدين الأخطر من ده كله إنه بدأ ينزل المحتوى اللي بيصوره، سواء صور أو فيديوهات للجثث، على الإنترنت، أو كان يبيعها بشكل مباشر لمجموعة على الإنترنت في الدارك ويب. طبعا كانت ناس بتدفع فلوس مقابل محتوى غريب وصادم في نفس الوقت، ناس مريضة كانت بتدفع. وده كان كله بيحصل في الدارك ويب، الجانب المظلم من شبكة الإنترنت، الجانب اللي محدش بيدخله غير اللي هو عاوز يخفي شيء، لأن مش أي حد ممكن يوصل للدارك ويب أو الجانب المظلم في الشبكة. الموضوع فضل مستمر لسنين طويلة من غير ما حد من زمايله أو حتى رؤسائه في الشغل شك في أي حاجة، لحد ما حصلت الغلطة اللي غيرت كل شيء، غيرت كل حاجة وكشفت المستور لسنين، اللي يخلي القصة دي أصعب من أي حد يستوعبها أو يصدقها. إن راؤول ما كانش شخص غريب الأطوال بالتعامل اليومي، كان شخص عادي جدا طبيعي ويمكن أبسط من أي حد. كانت باينة عليه الطيبة، وكان بالعكس بيحرص إنه يبان بشكل طبيعي جدا قدام زمايله.
كان بيسأل عليهم لما حد يمرض، وكان بيشارك في المناسبات الصغيرة زي عيد ميلاد حد في القسم، وبيساعد الموظفين الجدد يتعلموا الإجراءات. الصورة دي بالذات هي اللي خلت اكتشاف أمره صعب جدا، إنه محدش كان مصدق أو متخيل إن الشخص ده يطلع منه الوحشية دي. الشخص اللي بيساعد الناس، الشخص الطيب، الشخص اللي في حاله، يكون وراه جريمة صعب على أي حد يستوعبها. محدش كان هيصدق إن الشخص ده ليه وش تاني. ومن ناحية تانية كان في تفصيلة صغيرة لاحظها بعض الزملاء اللي في الشغل معاه، لاحظوها بعدين بعد ما القضية انفجرت وبقت الموضوع بيجي مكشوف. قالوا إنه فكروا في التفصيلة الصغيرة دي ساعتها بس تجاهلوها. قالوا إن راؤول كان بيفضل لوحده في القسم التبريد لفترات أطول من المطلوب، وكان بيقفل الباب من جوه بحجة التركيز في الشغل. بس وقتها محدش فكر أو جاله استفسار في دماغه ليه بيعمل كده. محدش سأل، وده لأن طبيعة شغله نفسها فيها احتياج للخصوصية وهدوء، فالتصرف ما كانش يلفت النظر بكثرة. ده اللي قالوه زملاته لما القضية انفجرت. قالوا الملحوظة دي موظفة تانية في المشرحة كان اسمها كارلا، كانت بتعمل جرد دوري على أجهزة التخزين المشتركة في القسم. كان في حاسوب مكتبي قديم كان بيستخدمه أكتر من موظف، وكان بيعملوا عليه أرشفة لصور الحالات، ودي كانت لأغراض طبية وقانونية عشان يستخدموها يعني بعدين أو يرجعوا ليها كأرشيف. كارلا قالت إنها لاحظت وجود مجلد غريب كان مش من ضمن التصنيف المعتاد للملفات، وكان اسمه غريب. الملف ده كان على الكمبيوتر ومش واضح. قالت إن فتحت الملف ده من باب الفضول الوظيفي، بس عشان تتأكد إنه مش ملف مهم ومحطوط في المكان الغلط. بس اللي شافته صدمها، صور مش طبيعية ملهاش أي علاقة بأي بروتوكول طبي أو قانوني. كانت الصور دي فيها راؤول ظاهر فيها بشكل واضح جنب الجثث في أوضاع غريبة ومهينة للجثة ومن غير أي سياق طبي أو علمي. كارلا اتجمدت في مكانها لما شافت الصور. بسرعة قفلت الملف على طول وقعدت تفكر، هل ده غلط أو سوء فهم؟ دي كانت أسئلتها اللي كانت جاية في دماغها. هل ممكن يكون في تفسير بريء للموقف؟ لكن أي تفسير بريء كانت بتحاول تلاقيه أو تبرر الموقف كان بيختفي قدام حجم الصدمة اللي هي شافتها. قررت ما تتصرفش لوحديها، قررت انها تاخد موقف، قررت انها تحكي، ومشت على طول لمكتب المدير المسؤول في المعهد وحكت ليه على اللي شافته من غير ما تدخل في تفاصيل كتير، وطلبت منه انه يجي معاها ويشوف بنفسه. وهم ماشيين رايحين المشرحة اللي فيها الكمبيوتر الموجود فيه الصور. كارلا كانت بتفكر في احتمال او مبررات للي شافته. حاولت تلاقي مبررات للي شافته لأنها مش مستوعبة إن راؤول الطيب يطلع منه الغلط ده كله، يطلع منه الوحشية ده كله، يطلع منه ده كله. لكن كل ما حاولت إنها تقنع نفسها بتفسير بريء كانت بترجع تفكر في التفاصيل اللي شافتها وتحس إن مفيش تفسير منطقي غير اللي هي خايفة تصدقه. كمان كانت خايفة من رد فعل زمايلها لو حكت الموضوع لأي حد غير المدير بشكل مباشر، عشان ما تتحطش في موقف صعب أو الموضوع طلع فيه سوء فهم أو طلع بسيط. القرار ده إنها تروح للمدير على طول من غير ما تتكلم مع حد تاني كان قرار مهم جدا. حافظ على سرية التحقيق في أول لحظاته ومنع أي فرصة إن الخبر يوصل لراؤول قبل ما الإدارة تاخد الإجراءات القانونية. يعني خلوا الموضوع سر. بس الدكتور لما شاف المحتوى ما قدرش يستوعب اللي قدامه في الأول. كان بيشتغل في المجال ده من 20 سنة وشاف حاجات كتيرة صعبة، بس عمره ما شاف الصور دي، عمره ما شاف الموجود على الكمبيوتر ده ولا الفيديوهات دي. كان الموضوع بالنسبة له صدمة وغريب وشيء مقزز. قرر انه يتصرف بسرعة وفي سرية تامة بدون ما حد يحس. أول حاجة عملها انه منع أي حد من الدخول على جهاز الكمبيوتر وعزل الملفات، وبعدين اتصل بإدارة الشؤون القانونية في المعهد وبلغهم إن في احتمال حصول انتهاك جسيم لبروتوكولات التعامل مع الجسامين مع الموتى من غير ما يفصح أو يحكي عن كل التفاصيل في مكالمة التليفون اللي عملها لحد ما ياخد استشارة قانونية سليمة. وفي نفس اليوم خد قرار إنه يعلق شغل راؤول كوستا عن العمل بشكل مؤقت، وكانت الحجة لأسباب إدارية من غير ما يقول أي تفاصيل تانية عشان ما يدلوش فرصة إنه يمسح أي أدلة أو يهرب. راؤول من ناحيته اتفاجأ بالقرار، قرر التعليق عن العمل، لكن ساعتها ما كانش متأكد إن حد اكتشف أمره أو عرف حاجة على اللي بيعمله.
وقال في دماغه كده دي إجراءات روتينية أو مشكلة إدارية عادية جدا. الغلطة دي كانت لصالح المحققين. الغلطة اللي وقع فيها راؤول إنه افتكر الموضوع عادي ما وراهوش حاجة، أو لسه موضوعه محدش يعرف عنه شيء، لأنها منعته إنه يمحي أي أدلة رقمية كان ممكن يعملها. لو حس إن الموضوع اتكشف كان ممكن يمسح أي شيء أو يخفي. ومع قرار التعليق عن العمل، مدير المعهد عمل حاجة مهمة جدا. طلب من قسم تقنية المعلومات في المعهد إنهم يعملوا نسخة احتياطية فورية من كل محتوى الجهاز اللي اكتشفت فيه كارلا الملفات، جهاز على الأرشيف، من غير ما يلمسوا الجهاز الأصلي أو يغيروا فيه شيء أو أي حاجة. الخطوة دي رغم البساطة بتاعتها كانت من أهم الأسباب اللي خلت الأدلة تفضل سليمة وما تتلخبطش قدام المحكمة بعدين. طبعا كمان طلب من الموظفين اللي كان متاح ليهم إن يدخلوا على نفس الجهاز إنهم يوقفوا عن استخدام الجهاز ده بشكل مؤقت، وكان المبرر إن في أعمال صيانة، وده عشان محدش يعمل أي تغيير غير مقصود ممكن يأثر على الأدلة. كل الخطوات دي اتعملت في أقل من 24 ساعة من لحظة ما كارلا حكت لمدير المعهد. على طول الإدارة القانونية للمعهد بلغت الشرطة الفيدرالية بشكل رسمي بعد يوم واحد من اكتشاف الملفات، وبدأ التحقيق الجنائي. المحقق المسؤول عن القضية كان معروف بخبرته الطويلة في قضايا الجرائم الرقمية، وهو اللي قاد فريق البحث في أجهزة راؤول عشان يدور في أجهزة بتاعته عن أي أدلة أو أي تفاصيل تانية. وكان أول خطوة لازم يعملوها كانت الحصول على إذن قضائي لتفتيش شقة راؤول ومصادرة كل أجهزته الإلكترونية، لابتوب، هاردات خارجية، موبايل، وحتى الكاميرات اللي كان بيستخدمها للتصوير. ولما دخل فريق الشرطة شقته لقوا نظام تخزين منظم بشكل غريب، نظام تخزين على أجهزة الكمبيوتر بتاعه اللي في الشقة بتاعته. كانت مجلدات مرتبة بتواريخ وأكواد في الكمبيوتر، وده كان بيدل على أن الموضوع ما كانش تصرف عشوائي، كان نظام مستمر، شغلانة بيعملها من فترة طويلة. كمان المحققين لقوا محادثات على منصات التواصل بس كانت مشفرة، بيتكلم فيها راؤول مع مجموعة صغيرة من الأشخاص بيدفعوا مقابل محتوى الجثث. الفلوس كانت بتتحول عن طريق عملات رقمية وتحويلات بنكية مموهة عشان يبقى صعب على أي حد إنه يتتبعها أو يشك فيها. وده كشف حاجة أخطر، إن راؤول ما كانش بس بيصور لنفسه لمتعته الشخصية، كان بيصور لسوق كامل، كان بيصور عشان يبيع، كان بيصور عشان يتاجر، بيصور لناس تانية مستعدة تدفع مقابل محتوى صادم. الموضوع ما بقيش قضية واحد، ما بقيش قضية راؤول، بقت شبكة، مجموعة كبير لازم تتكشف. الموضوع ما كانش واحد بس منحرف، لا دي كانت عصابة. المحقق وفريقه بدأوا يستعينوا بخبراء في الجرائم الإلكترونية عشان يفكوا شفرة بعض المحادثات المشفرة، وده أخذ وقت طويل نسبيا، لأن الأشخاص اللي كانوا بيتعاملوا مع راؤول كانوا حريصين جدا، كانوا حريصين إنهم يخفوا الهوية بتاعتهم، الهوية الحقيقية. كانوا مستخدمين أسماء مستعارة وحسابات مؤقتة عشان يعملوا بها محادثات. الفريق كمان قدر يوصل لتاريخ دخول وخروج راؤول من المشرحة عن طريق سجلات البطاقة الإلكترونية اللي كل موظف بيستخدمها للدخول، وقارنوها بتوقيتات إنشاء الملفات على الجهاز بتاعه، ولقوا تطابق دقيق بين الأوقات اللي كان بيقعد فيها لوحده في القسم والأوقات اللي اتنشأت فيها أغلب الملف المشبوهة. التطابق ده كان من أقوى الأدلة اللي قدمتها النيابة بعدين في المحكمة. طبعا بعد أسبوعين من التحقيق المكثف وجمع الأدلة الرقمية وربط الحسابات المالية، طلبت النيابة العامة إذن بالقبض على راؤول كوستا رسميا. وفي الصبح فريق من الشرطة داهم شقته وقبض عليه من غير أي مقاومة تذكر. راؤول كان هادي جدا وقت القبض عليه، وكأنه كان متوقع اللحظة دي من زمان. في التحقيقات الأولى حاول ينكر في البداية، وبعدين حاول يبرر تصرفاته بأنها مجرد تصوير علمي أو توثيق داخلي. لكن الأدلة الرقمية، المحادثات، التحويلات المالية اللي الفريق جمعها قبل ما يقبض على راؤول، وطريقة تنظيمه للمحتوى كانت قوية جدا وما سبتلهوش مجال للإنكار أو الإفلات من العدالة. خبر القبض عليه اتسرب للإعلام المحلي بسرعة وفجر قضية رأي عام كبيرة في المدينة كلها. الناس اتصدمت، خصوصا العائلات اللي الناس اللي بيحبوها اتوفوا في الفترة دي، الفترة اللي كان فيها راؤول كان بيشتغل في المشرحة. كتير منهم بدأوا يتساءلوا مع نفسيهم، وكان السؤال اللي داير لو حد من الأقارب بتاعتهم كان من ضمن الضحايا اللي تصوروا من غير علمهم أو رضاهم هيحصل إيه؟
وقتها السؤال اللي كان داير في عقول أهالي الضحايا. وفي أول مؤتمر صحفي عملته الشرطة بعد القبض على راؤول، المتحدث الرسمي كان ما بيدخلش في تفاصيل المحتوى نفسه، واكتفى إنه يقول بس إن القضية دي من أصعب القضايا اللي مرت على قسم الجرائم الإلكترونية في تاريخ الولاية بالكامل، وإن التحقيقات مستمرة لمعرفة حجم الشبكة اللي ورا راؤول اللي كانت بتشتري المحتوى المقزز. الصحفيين حاولوا يوصلوا لتفاصيل أكتر، لكن النيابة رفضت تسريب أي معلومة ممكن تأثر على سير المحكمة، وده خلى الموضوع يفضل لغز كبير قدام الرأي العام لفترة طويلة، وزود من حجم التكهنات والفرضيات والقلق بين سكان المدينة. القضية دي ما كانش بس أزمة شخصية لراؤول، كانت زلزال هز سمعة معهد الطب الشرعي كله. المسؤولين تعرضوا لضغط إعلامي قوي وقانوني هايل، والعائلات اللي كانت متأثرة بدأت ترفع دعاوى قضائية ضد المعهد نفسه بحجة التقصير في الرقابة على الموظفين. المعهد اضطر أنه يعمل مراجعة شاملة لكل إجراءات الأمان والرقابة الداخلية، وحطوا كاميرات مراقبة إضافية وأنظمة تتبع صارمة لأي جهاز إلكتروني بيتم استخدامه جوا المشرحة، ومنعوا نهائيا استخدام الموبايلات الشخصية في أي منطقة فيها جسامين. مدير المعهد اضطر يقدم استقالته بعد أشهر من الضغط، رغم أنه هو اللي كشف الموضوع لما كارلا بلغته. لكن الرأي العام طالبوا أن يتحاسب كل واحد كان في موقع مسؤولية. كارلا الموظفة اللي اكتشفت الملفات اتعرضت لضغط نفسي كبير بعد الحادثة، وقررت أنها تسيب شغلها في المعهد بعد أشهر قليلة. وقالت في تصريح ليها بعدين، قالت أنها مش قادرة تنسى اللي شافته، وقالت أنها حاسة بالمسؤولية وندمانة. المحكمة استمرت لعدة شهور وسط تغطيات إعلامية مكثفة. النيابة العامة قدمت اتهامات كثيرة ومتعددة لراؤول كوستا، منها انتهاك حرمة الجثث والتعامل غير القانوني مع الجثث، إنتاج وتوزيع محتوى غير قانوني عبر الإنترنت، الاحتيال المالي بسبب الفلوس اللي كان بياخدها من العملاء بشكل غير قانوني، انتهاك بروتوكولات العمل في مؤسسة حكومية. دي الاتهامات اللي وجهتها النيابة لراؤول. دفاع راؤول حاول يقلل من خطورة القضية وحاول يطلب تخفيف العقوبة بحجة أنه راؤول مضطرب نفسيا مريض نفسي، وطلبوا أن راؤول يتعرض على طبيب نفسي عشان يقيم الحالة العقلية بتاعته ويلاقوا مبرر لأفعاله. لكن النيابة قدمت أدلة قوية أن الأفعال كانت مخطط ليها ومنظمة على مدى سنين، مش نتيجة نوبة مرضية، وأن في عنصر مالي واضح ورا الموضوع. التربح، الفلوس، يعني ما كانش بس اضطراب نفسي عشوائي، كان في استغلال تجاري متعمد. خلال جلسة الاستماع في المحكمة قدم الدفاع تقرير من طبيب نفسي حاول يوصف حالة راؤول بأنها نوع من أنواع الاضطراب القهري المرتبط بموضوع الموتى، لكن النيابة استعانت بطبيب نفسي تاني أكد أن التقييم النفسي وحده مش كافي لتبرير حجم التخطيط والتنظيم المالي اللي كان وراء الموضوع بالكامل، وأن وجود اضطراب نفسي لو افترضنا وجوده مش بيلغي المسؤولية الجنائية الكاملة عن أفعال مخطط لها وراها ربح مالي. القاضي المسؤول عن القضية قال في الحكم بتاعه، قال إن لازم الحكم يكون رادع وقوي عشان يكون عبرة لأي حد تاني يحاول إن ينتهك حرمة الموتى، مش بس لراؤول. وفي نهاية المحكمة الحكم صدر بإدانة راؤول كل التهم الموجهة ليه، وتحكم عليه بالسجن لمدة طويلة جدا، بالإضافة لغرامات مالية ضخمة، ومنعه بشكل دايم من العمل في أي مجال طبي أو صحي في المستقبل. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو أنت مش مفعله. وأشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلامة، ربنا يحفظكم جميعا.